السلام عليكم ورحمة الله. إلى كل الأهلاوية اللي مستنين بداية الموسم بعد الميركاتو القوي جدا في الأهلي، واللي مخليه دلوقتي أفضل سكواد مصر ويمكن كمان في أفريقيا. صراحة في شغل معمول من ريفيرو مدرب الأهلي. الراجل ده عامل شغل جامد من يوم ما وصل الأهلي على قد ما يقدر، يعني طبعا مش من اول يوم هو هيتمكن وهيعرف كل اللعيبه وامكانياتهم ويشوف اللعيب اللي بيلتزم واللي يقدر ينفذ له خططه ولا لا. اولا هو مش بيسيب اي حاجه للظروف صغيره او كبيره وبيشتغل عليها لتطوير الاداء. ثانيا تعالى بقى نحلل اداء الاهلي في المباريات الوديه تحت قيادته. الراجل ده فعلا شغال على افكار جديده ممتعه، وخصوصا موضوع اللامركزيه اللي هي اساس اي تطوير في الجانب الهجومي والدفاعي كمان. ايضا نظام ريبيرو في اللامركزيه هي الاساس. اكتر حاجه لافته للنظر هي فعلا فكره ان مفيش لعيب ثابت على الخط، مثلا لو بيلعب وينج شمال او وينج يمين، وكمان في وسط الملعب والاجنحه ريبيرو مش بيحب اللاعب يكون مربوط بمكانه، وده بيدي مرونه هجوميه كبيره جدا. وبصراحه بيفكرني بمانويل جوزيه، لانه كان بيعمل التريكات دي كتير جدا بس لما بيحتاج لها، ما بيبقاش هو بيعتمد على تغيير مراكز اللعيبه بشكل كبير عشان يبقوا حافظين تحركاتهم. اول حاجه عمل مع كريم فؤاد، هو على الورق باك شمال لكن بنشوفه كتير بيدخل لعمق الملعب، وده عمله قبل كده كريم فؤاد مع مدربين قبل كده قبل ما يتصاب، وده اللي خلاه في وضعيه مناسبه يسجل هدف. وده ميزه كبيره بتخليه عامل مفاجاه للخصم، لانه جاي من مكان ما حدش يتوقعه. حسين الشحات بيتحرك في نص الملعب كانه صانع لعب رقم 10، ودي طريقه هتطلع احسن ما عنده في الرؤيه والتمرير. عمق دكه البدلاء، موضوع ان الاهلي عنده فريقين بنفس الجوده ده فعلا حقيقي وواضح جدا في الماتشات الوديه. يمكن ينقصه فعلا الجانب الدفاعي شويه، مفيش نفس الكفاءه والكثافه بتاعه اللعيبه البديله اللي هي على نفس مستوى الاساسي. وواضح جدا في الماتشات الوديه لما ريبيرو بيغير التشكيل كله في الشوط الثاني مستوى الفريق مش بيقل خالص، ودي نقطه قوه جباره. الجبهه الهجوميه وجود اسماء زي اشرف بن شرقي وحسين الشحات وتريزيجيه وزيزو وجراديشار وبين رمضان وامام وبنفس الجوده ده بيطمن جدا. ولسه لما يرجع كمان عاشور، الثبات التهديفي شريف بيسجل ودي حاجه بتفرح لانه مهاجم محتاج الثقه، ونفس الكلام اشرف بن شرقي اللي بيسجل هو كمان. نجوم بتلمع وتتحرك، تريزيجيه مثلا سجل هدفين، حاجه ممتازه، خصوصا انه لاعب دولي ومحتاج دايما يكون قدام المرمى ويسجل. زيزو تمريراته العرضيه من وضع الثبات عالميه، ودي ميزه كبيره بتميزه وبتكون ورقه رابحه للفريق. محمد بن رمضان اداؤه المبهر بين الخطوط وقدرته على انه يروح بالكره ويصنع اهداف زي الهدف اللي عمله لتريزيجيه بتخليه اضافه قويه لخط الوسط. عمر كمال صنع هدف بتمريره عرضيه مميزه جدا على القائم القريب، وده بيوريك قد ايه عنده جوده في التمرير. وارقامه احصائيات تحت قياده ريبيرو. الفوز، الاهلي فاز في كل المباريات الوديه، وده طبعا مش مؤشر تقدر تعتمد عليه، احنا بنحلل وفي نفس الوقت النتائج بتساعدك، لكن مش النتائج هي المعيار الوحيد اللي بنحكم بيه على ريبيرو لحد دلوقتي. الاهداف، الفريق بيسجل اهداف عدد كويس جدا، ممكن 3 إلى 4 في المباراة الواحدة، وده ورصيد كبير بالنسبة لفريق بيلعب على الاستحواذ وعايز يسيطر على المباراة في أغلب أوقاتها. وده بيوضح ان ريبيرو بيعتمد على الاستحواذ وبناء اللعب من الخلف. التنوع الهجومي، الاهداف بتيجي من العمق ومن الاطراف، وده بيخلي دفاع الخصم في حيره، يقفل لك العمق ولا يقفل الاطراف. بصراحه الاهلي شكله حلو جدا واسلوب لعبه ممتع، الواحد متفائل جدا مع ريبيرو. ان شاء الله يبقى موسم تاريخي للأهلي ويستحوذ فيه على كل البطولات. هل انت شايف ان الطريقة دي هتكون فعالة بنفس الشكل في المباريات الرسمية ضد فرق قوية، ولا ممكن يكون في فرق؟